السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا كروكي بشكل جديد ومذاق رائع ويشهي وتحمري بيه وجه قدام ضيفك، وطبعا سهل التحضير. نروحوا مع بعضنا نلتقي التحضير. عندنا 6 حبات بيض. عندنا 6 حبات بيض. وعندنا كاس ونصف سكر. كاس ونصف سكر، ما نكثروش السكر باه ما يجينيش حلو ياسر. عندنا كأس ونصف زيت. كأس ونصف زيت. انا هنا عندي كأس ومن بعد نضيف النصف كي نكون نحضر. عندنا مبشور ليمون او مبشور برتقال او فاني، واش عندك ديري. عندنا جلجلين للتزيين. عندنا مغرف كاكاو لتلوين عجينة. عندنا نصف كأس ماء، الكأس اللي كينا به السكر والزيت نكيلو به الماء. نصف كأس ماء. عندنا 2 خميرة الحلويات. عندنا فرينة حسب الحاجة. أنا الفرينة غير بلتها ونستعمل. أنا هنا راح نستعمل بيترا نخلط بيه. انتي تبي تستعملي فوي عادي جدا. أنا هنا حطيت البيض بالحبة بالحبة بين فايدة واحدة تكون مضروبة أو بها حاجة. آه، آخر حبة تاع بيض نحي منها الصفار باه من بعد ندهن بيه الكروكي باه يجي محمر من الفوق. آخر حبة بيض نحي منها صفار، يعني نستعمل 5 صفار و6 بياض. نضيف عليهم السكر اللي هو كيس ونص سكر عادي. نحط كيس ونص سكر، ونحط مبشور الليمون أو مبشور برتقال. أنا هنا كان عندي متوفر مبشور ليمون ومبشور برتقال استعملتهم. أنا ما نحبش نستعمل الفاني لأنها من بعد كي يطيب الكاتو تطلق فيها مرارة. أنا ما نحبش نستعملها. عندي نحب نستعمل مبشور برتقال أو مبشور ليمون أو إكستري ليمون. نحطهم يتخلطوا كي يتجانس الخليط ويبيض ويطلع ويولي ثقيل كيما راكم تشوفوا. نحيه ونبدأ نضيف الزيت بشوية بشوية. نضيف الزيت تدريجيا حتى نكمل الكيس، وثم نزيدو النصف الثاني حتى يتجانس الخليط مليح. انا هنا مسرعة شوية الفيديو باه ما نطولش عليكم. مسرعة الفيديو شوي عليه نبين لكم صبيت الزيت الكل. انا راني كنت ندير فيه بشوية بشوية. هنا زدت نصف كأس وفرغته. بعد ما يتجانس الزيت مليح ونحسوا الخليط انه زاد ثقال، نحط رشة ملح باه ما يجينيش الجاتو مسوس وصامت. ومن بعد نزيد نصف كأس ماء. الكأس اللي كيلنا به السكر واللي كيلنا به الزيت نديرو نصف كأس ماء. الماء ماهوش راح ييبس لكم الجاتو وماهوش راح يخلي جاتوكم يتفتفت او ينشف. العكس، الماء راح يخليه ديما مندي ويخليه طري من الداخل. وحتى كي تخبوا الجاتو تاعكم راح تلاحظوا انه راح يبقى هشيش ديما. انا بعد ما تخلط الخليط تاعنا مليح وتجانس راح نحط مقدار من الفرينة، وراح نحط 2 خميرة. هنا من بعد نقسمو الخليط الى نصفين. نصف راح نزيدوله مغرف كاكاو، ونص راح نخلوه ابيض. ودائما يكون نصف الابيض اكثر من نصف اللي ضفنا له الكاكاو. هنا نحط مقدار من الفرينة ونحط 2 اكياس خميرة كما راكم تشوفوا، ونرجعه يتخلط. هنا بعد ما تجانس الخليط تاعنا شوفوا التكستير تاعو كيفاه وليت. نقسموا الخليط لكن تكون العجينة البيضة أكثر من العجينة اللي راح نضيفوا لها الكاكاو.
ومن بعد نزيدو كاكاو. انا هنا عندي كاكاو مر، ما درتش كميه كبيره، درت مغرف ماهيش معمره باه ما يجينيش الجاتو تاعي مر. اذا عندكم كاكاو بني ديروا مغرف، مغرف ونص عادي. انا هنا راح يجيني لونه غامق وكون كثر منه يجيني الجاتو تاعي مر. هنا حطيت مغرف ماهيش معمره، راح نضيف الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على العجينه الطريه. عجينه الكاكاو لازم تكون طريه لانه الكاكاو يشرب ويبس لك من العجينه. العجينه لازم تحصل عليها طريه. هنا بعد ما تخلطت العجينه مليح وحسيت القوام تاعها مليح، تكون العجينه طريه كيما راكم تشوفوا، تكون طريه لانها من بعد راح تنشف هكا. نحط العجينه تاعي في كيس بلاستيكي باه ما تنشفش وتيبس، ونحطها على جهه ونروح نلمو العجينه البيضاء بالفرينه. هنا تلمت معي العجينه البيضاء. انا كنت فتحت ساشية وحطيت فوقها العجينه، فتحتها شوي شكلتها شكل مربع، ورجعت على هالجهة الثانية تاع الساشية وفتحتها بالحليب حتى تحصلت على مربع، تكون عجينة رقيقة، عجينة رقيقة تقريبا 1 أو 2 سنتيمتر. ونحط العجينة البيضة على جهة ونجيب عجينة الكاكاو ونفتحها بنفس الطريقة. جبت كيس بلاستيكي حطيتها وغطيتها وفتحتها بالحليب، لكن المربع يكون أصغر من المربع الأبيض. نجيب العجينة البيضاء ونقلب فوقها عجينة الكاكاو. نستعمل ساشيه باه تجيني عملية القلب سهلة، ونروليها. نروليها حتى نتحصل على حربوش، ونقسمه على 2 ونكمل نحل النصف الثاني حربوش نكمل نحله، ونزيد نقسمه على 2 هكا باه نحافظوا على الشكل من الداخل. هنا بعد ما شكلنا حربوش نهزو نحطه في الصينية. الصينية منتنها بلا زيت لا والو لأنه العجينة ماهيش راح تلصق. نحطه في الصينية ونشكله شكل مستطيل. بعد ما شكلنا العجينة تاعنا الكل نحضروا البيض. البيض أنا زدت له قهوة فقط.
بعد ما نكملو ندهنوهم بالبيض نرشو عليها جلجلين. أنا هنا كاين لي درتلهم الجلجلين وكاين لي خليتها هكا فيها الجلجلين. بعد ما تحمر هكا يخرج معانا نقسمو الحبات لي فيهم الجلجلين. أنا هنا كانت عندي متوفرة شوكولا ذوبتها ودرتها في بوش ودرت بها خطوط، وكان عندي بيستاش رشيته من فوق بعد قسمتها. بعد ما كملت قطعت الحبات تاعي الكل راح يعطيني كمية كبيرة. شوفوا يعني شكله رائع رائع وذوق جديد وتحمري بيه وجهك قدام ضيوفك. ذوقه رائع وهشيش وطري ويذوب في الفم. إن شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم، وأنا درت لكم شكل جديد لأصحاب المشاريع واللي تحب تخدم في الدار وتبيع شكل جديد ورائع. تقدري تبيعيه للمقاهي وتديريه كمشروع ليك، وانتي احسبي المكونات وانتي هي اللي تحدي الثمن اللي راح تبيعي بيه.